الرحمن الرحيم. احنا برضو في المنطقة السابعة، احدى مناطق ابن بيتك حبيبنا الحاج حمدي. الشجرة دي كان طرحها يكاد يكون منعدم الموسم السابق بعد التسميد بأسمدة اليسر للخدمات الزراعية. ايه رأيك يا حاج؟ الله اكبر ما شاء الله. ما شاء الله، الله اكبر. ما شاء الله الله اكبر. الحاج حمدي اهو، وادي أسمدة اليسر يا جماعة. ايه ادي النتيجة ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب الحاجة اللي نعملها دلوقتي، المانجا من المحاصيل الحساسة جدا في الإصابة بالبياض الدقيقي. بالبياض الدقيقي كارثة. البياض الدقيقي كارثة يا جماعة في المانجا ولفحة الآزار ومرض اسمه الانسراكنوز. خلاص نخلي بالنا دايما، لازم خلال فترة التزهير نرش حاجة البياض الدقيقي وحاجة لفحة الآزار. تمام. الحشري ممنوع ان انا ارش حشري وقت الايه؟ وقت التزهير. انما الفطري دفاينوكونازول، بريبوكونازول، سفينات مصايل. هيقول لك المهندس محمد بيكلمنا بالمواد العلميه والانجليزي، هو كده خلاص. بريبوكونازول، دفاينوكونازول، سفينات مصايل، ازوكسستروبين، كل دول ده كان طالع نوره زهريه واتحرقت من ايه؟ من البرد. هنردها هنا، تعالى كده هنا وقصه كده هنا. ايوه بعد كده لازم التطهير يا جماعه بعد القص. قصيت كده خلاص، عملت جرح في النبات بالطريقه دي، يبقى عندك سكلور نحاس او اي مطهر فطري وارش على طول. يبقى بنأكد تاني، فتره التزهير في المانجا حساسه للامراض اللي احنا ذكرناها. المفروض ان انا قبل التزهير بدفع بالايه؟ بالمواد اللي ذكرناها، ادي رشه واثنين وثلاثه ما قبل التزهير، واثناء التزهير على الاقل ادي رشتين بالدفاينوكونازول او البريبوكونازول وسفينات المصايل او الازوكسستروبين. والازوكسستروبين افضل من سفينات المصايل. وبنأكد دايما تاني، التغذية السليمة، عايز شجرة قوية منتجة تمام، ادي النبات احتياجه بالتغذية السليمة. فتحياتي لكم جميعا.